يا درا القوام تاع البراوني كي داير؟ يا درا هذه هي الوصفه اللي كاين رانا نحوسوا عليها ولا لا؟ يلا نبداو الوصفه تاعنا تاع البراوني اللي غادي يخرج لكم ناجح ان شاء الله. نبداو الوصفه تاعنا. عندي 3 قطع من شوكولاته الطلي، انا استعملت غير شوكولاته الطلي تاع دادا، نتوما استعملوا اي ماركه تحبوها ولا موفين تخدموا بها. شوكولاته الطلي دادا كل قطعه منها توزن 100 غرام، انا استعملت 300 غرام، نتوما تقدروا تستعملوا حتى 150 غرام عادي. مهم 150 غرام شوكولا، 150 غرام زبدة وليس المارغرين. نخلطوهم في حمام مائي حتى يذوبوا مليح، ما تبقى حتى كتلة، ونروحوا نوجدوا الخليط تاعنا تاني. عندي كاس ونص سكر، 3 حبات بيض، نخلطوهم مليح حتى يذوب لنا كامل السكر. هذه مرحلة مهمة، السكر لازم يذوب. بعدها نروح نجيبوا خليط الشوكولا والزبدة اللي ذوبناهم على حمام مائي ونضيفوهم ونزيدوا نخلطوا تاني مليح، ومن بعدها نروحوا نضيفوا باقي المقادير. وبعدها نروحو نضيفو ملعقتين من الكاكاو، ملعقة صغيرة من الفانيليا، وكأس من الدقيق الأبيض اللي هو الفارينة. نخلطوهم مليح. أما بالنسبة للخميرة الكيميائية كاين اللي يستعملها كاين اللي لا، أنا ندير يعني بعبر نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الكيميائية، وقادرين نستغنوا عن الخميرة نهائيا. وبعدها نخلطو ونزيدو نضيفو الجوز بالنسبة ليا في البراوني هو ضروري، أما شفتهم يديروه بلا جوز. الجوز هو بالنسبة ليا في البراوني هو المكون الأساسي، وما ندوش كمية كبيرة يعني غير كمية صغيرة، نسكرفجوه ولا نرحيوه في الأشوار. المهم يعني يعطي قوش بكمية صغيرة ورايحة تقلب كامل القو تاع البراوني. ومن بعد درتلو الجوز اللي كان بقى لي من الفوق وندخلو على نار 150 درجة لمدة 20 دقيقة. مجرد ما يدير لنا هذيك القشرة من الفوق خلاص، يعني على بالي كل واحد الفور تاعو، ما نديروش على هذيك 150 و20 دقيقة لا، خاطرش كل واحد والفور تاعو. مجرد ما يدير لنا ديك القشرة خلاص. شوفوا القوام كي داير، الشوكولا تذوب ذوبان في الوسط، القوم ما نحكي لكمش، جربوها ما رايحينش تندموا عليها. زينوا باي حاجة تكون عندكم، انا زينت بكريمة المرجان ولا الشوكولا. المهم دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.